لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1152 لواني كاين تفسير القرآن في رزبين وخزمتان فمبستي رزامندي رب العالمين وهيوادان إيوي آزي السودي لي والبقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. بله خوشي وسلام كله وأنا رابش كاميق لخزمة دوات بيروزة دامن رب العالمين باز لو لقومي نوح ذكا باز لنوح ذكا عليه الصلاة والسلام لقل قومكي بتشيوك همان دعوي بيغمبري خوما صلى الله عليه وسلم كوا دعوي توحيدة وأوان بتشيوك روبروي بونوا عاقبتي أو روبرو بونوا لبيني بيغمبر عليه الصلاة والسلام لقل قومكي بتسيكو تايبيهات بتشيوك روبروي يقبونوا لير داخوا يقولوا من بازكا واتلو عليهم نبأ نوح واتا اقرأ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومك المشركين خبر نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه الذين كذبوه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر قوم مشركة كي خذ بخينوا هوالي نوح عليه الصلاة والسلام لقل قوم كي كوا بدرويا زاني لنتيزة فأهلكهم الله لنتيزة الله تعالى أواني بهلاك برد ليحذر قومك من أن يصيبهم الله بعقابه. تاوكواني بترسن لوان بخينه وتاوكواني بترسن نبدا همان سرنزام تصارواني واندكا. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت كواتا كاتك وبقومك إذا يا قومي إن كان عظم وثقل عليكم لبثي بين أظهركم بقوم كيدا يا قوم خوم أي قوم عشيرة خزم كسي خوم أجر لا تان قرص أمن لنا وتان بمينيم تحملي وجودي منا كان لنا أخوتان وشق عليكم وعظي إليكم بالدلائل والبراهين الإلهية زور لسرتان قرص وبيتان ناخوش كاتك آموشگاريتان دكم بو بلغاني كوالا لان خواي قولو بيما سبحانه وتعالى فعزمتم على أن تنالوني بسوء إتلا نتيزة داكاتك وقرص لاتان أمن لناوتا مبوشي ويا دعوة بانقوازك لنا خواي قولو بيما بخشرا لناوت ايوه بيكمو لبو لاي خواي قول بانكتان أرقر أوشتل لاتان قرصو بيتان ناخوشو لويا بريارتان دا أن تنالوني بسوء بريارتان دا كوا بخرافة دستان لبوم راتشيشن واتا بريارتان داكا سزام بدن بريارتان داكا لناوم ببن لمقابل دا فعلى الله اعتمد. اگر بريارتان دا تحملي من تان بينا كري لناوتان تحمل دعوة كي من تان بينا كري بريارتان دا بخرافة هلسكو لقلم بكن دي امني اعتماد من نسأل الله تعالى فهو من ينصرني ويمنع أذاكم عني. ترهر أو ذاتي كوا بسرم ديخيو دم باريزي لإيش وآزارينغو إن كان كبر عليكم أي شق وعظم وصعب أجر لسرتان قرص أم لناوتان بمنيم أجر لسرتان قرص أم لناوتان وأصل كبر يدل على خلاف الصغر كوا إن كان كبر عليكم طبعا كبر لكبر هاتي الأكسكي صغرة كاتزور قرص قوري للاتان أمن أوها لناوتان بمنيم وبوشيوي دعوة بكم إن كان كبر عليكم مقامي
أي لبثي وطول مكثي بين أظهركم كواتا أجر لسرتان قرص أمن لناوتان بمينيموا مقامي لناوتان بمينيموا لناوتان بجيم ياخذ دلين المراد بالمقام القيام أي قيامي لوعظكم لأن الواعظ يقوم حال وعظه ياخذ مقام لنبا بوي كواده كاستي كوا كسك بي آموشگاری بکە هەڵدەستۆ سەرپێ ئەوجا ئامۆژگارێک وەکو وتار و خیتاب کەواتە بەو مانایەش هاتێ ئەگەر ئەوە لەسەرتان قورسە ئەمن لە ناوتان و ئیتر هەڵدەستمەوە بۆی کەوا لەسەر پێیانم بە بەردەوامی ئامۆژگاریتان ئەو حاڵەتە لەسەرتان قورسە وەکو ابن عاشور دەڵێ افتتاح خطاب نوح عليه السلام لقومه بقول يا قومي كاتكوا نوح عليه الصلاة والسلام بابلين دەستپێکی خطابەکەی لەگەڵ قەومەکەی بەچی دەستپێ کردێ یا قەومی ئەی خزم و کەسی خۆم ئیذان بأهمیة ما سيلقيه إليهم کاتکەوە بەو شێوەیە دەست پێ کردێ ئەوە بەڵگێ لەسەر ئاگادار بن ئەوەی کەوا پێتان دەڵێم زۆر مهمە لأن النداء طلب الإقبال يا قومي نداية ياك لبو أوي كوادي روم تيب كم سيستم بيدلهم واختيار التعبير عنهم بوصف كونهم قومه كاتي كوادل يا قومي نداءك لبو روم تيب كم سيستم بيدلهم وأنقوش قوم كسي خومم قوم كسو خزم كسي خومم لبو كواتي كاتي كوابوشي وصفي عندك تحبيب لهم في نفسه ليأخذوا قوله ما أخذ قول الناصح المتطلب الخير لهم لأن المرء لا يريد للقوم إلا خيرا كواتكاتك وبوشيوي دان دويني بنداء رويتيب كان يا قومي أي خزمو كسي خوم كواتبزان أو كوابيتان دليم لو روانجي كامن لبرتساو منغو خزمو كسي خومن خيرم لونغو دوي أوم لبرتساو كنغو خزمو كسي خومن خيرم لبونغو دوي وكرازي دلي وسبب هذا الثقل أمران إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله أجر لسرتان قرصة أم لناوتان بمو لسرتان قرصة أم بوشيوي آموشگاریتان بكم رازي دلتن أو قرصاتيا لدوشته يكميان أنه عليه السلام مكث في 1000 سنة إلا 50 عاما لبرتي قرصة 950 صال دعوة لك سبحان الله النابيان دوام أن أولئك الكفار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب الفاسدة والطرائق الباطلة والغالب على من ألف طريقة في الدين فإنه يثقل على أن يدعى إلى خلافها إذن أوانا والفتيان بسي قرت بديني باطيل ببيرو باوري تشي ناريك وناحاق والفتيان بيو قرت لولا سريان قرصة كاتكوا نوح عليه الصلاة والسلام ديبان جاءك لبو ديني توحيد أو إكوا أوان لسري ليرانا هاتينا ابن عاشور ضلي خص بالذكر من أحواله فيهم تذكيره إياهم بآيات الله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله أقل سرتان قرص أم لناوتان وبتايبتيش كاتك وآتكان إخواي قولتان لابد دخين ولبرتسي بتايبتي آتكان إخواي قولة لأن ذلك هو من أهم شؤونه مع قومه كواتا جرينكترين شد كوا نوح عليه الصلاة والسلام لقال قومك أدايب كوا آتي خواي قولان لابد دخيني توا لذا عطفي خاصة لسرعام إن كان كبر عليكم مقامي وكوت مقام بوما ناجد كوا آموشگاری كاني من لسرتان قرصة بقشتي وبتايبتيش آتكاني خواي قولتان كوا بيردين مو سبحان الله آتكاني خواي قولة سلطان ودا صلاتي دا بتايبتي ولا سرتان قرصة فأجمعوا أمركم وشركاءكم معناه يسير أي فأعدوا أمركم دي خوتان آمادبكن واعزموا جميعا على إيذائي هموتان بيكوا عزم بكن كوا بيكوا آزارا بدن وادعوا من تدعون من دون الله لإعانتكم فأجمعوا أمركم وشركاء هموتان بيكوا كوبنوا أو زأواني كوا دشيان فرستن لغير الله تعالى آنش بارقلتان كوبنوا تاوكوشتيك بسر من بينن فأجمعوا أمركم أي فأعدوا أمركم واعزموا على ما تقدمون عليه في أمره كواتا خوتان كوب كانوا عزمتان جزم كان لسر أوي كوا ما بستان بلا من بي كان كاتك بصيغة أمر شاته فأجمعوا أمركم وشركاءكم طبعا بصيغة أمر هاتي مستعملة في التسوية أي إن عزمهم لا يضيره بحيث هو يغريهم بأخذ الأهبة التامة لمقاومته كواتا دي تيدا كيبيكا واتا لا يمن يكا
چی دەکەن بیکەن ئەوەی لە تواناتان هەیە قسووری پێ مەکەن کەواتە من هیچ گرنگی پێنام لای من هیچ قیمەتێکی نییە وزاد ذكر شركائهم باشا فأجمع أمركم وشركاءكم كباز لشركائك للدلالة عنه لا يخشاها كواتن نلا نقود ترسيم نلا شريك باطل كان تاند ترسيم لأنها في اعتقادهم أشد بطشا من القوم لبريوان تصور عندك فارسرابنا كان زور بهيزة يتنوحش عليه الصلاة والسلام خوتان كوب كنوا والشريك كان اشتان كوا غير الله تعالى دائم فارستن هموتان أوي لدستان دي قصوري في مكان لبرو هيك حسابك تان لوناكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي ثم لا يكن أمركم خفيا مشكلا في لبس عليكم وأوش تشكل سريكو دبنوا باشتيش واضح بي هيك غموزة اشتدان بي باب واضحيهم تنكو بنوا لسن أو قضية غمة أي متلبسا مشكلا مبهما وأصل غم يدل على تغطية والإطباق حتى ذلك غمي هي وحتى داي بوشتي أو غم دلي داي بوشتي إتر با بيلانا كان تانو أو إيكا بنيازن بكم برانبر بمن كوبنو هز غموز اشتدان بأشكرا بريار بدن كوا تتاني بم كجن وكو قرطبي أن يكن أمركم ظاهرا مكتشفا تتمكنون فيه مما شئتم با أو برياري كوا لسري كودا بنو زور واضح بيتن مكشوف بي كوا بشيك بتوانا أو كذا تاني زي بزيب كان لا كمن يخفى أمره فلا يقدر على ما يريد نقول كسي كوا بخوشي نازاين تشي دوي بخوشي لي بزر نازاين لا بواضحي ستان دوي لسري كوبنو أو إذا تاني برانبر بمن بي كان وكم أحمد رشيد رضا دلي أي خفيا فيه شيء من الحيرة أو اللبس الذي يقتضي التردد في الإنفاذ بعد العزم والإجماع كواتا با أويك أو خطي لسري كودا بنوا بهيج شيويك غموزي تدانبي التباسي تدانبي محير نبن تردد تان نبي دودلي تان تدانبي لزي بذكرني بلكو بواضحي بعلمه ببصيره ببرتاو ساغيبي كان ببرتاو ساغيبي كان لكي لا تتحول عنه بظهور الخطأ والتردد في كونه وصار كواتا تواو خوتان كو كانوا برنامج دابريجن هیچ غموزی اشتدا نبی او پیلانی کتانوی زیب زیب کن نوک شتی چی شاراو بزر بیتن که بخوش تا متردد بالنازان سدکن یا سناکن ثم اقضوا إلي ولا تنظرون أي ثم امضوا ما تحدثون أنفسكم به فيا كواتا پاشان كخطتان دانا هم يكوبنوا بخوتان بشريك كان إتر أوي كواتانو بي كان برامبر بمن زيب زيب كان وأنفذوا قضاءكم نحوي إتر لبرامبر بمن سيتان دويت زيب زيب كان بهيتشيق مهلتي شمدني ثم لا تنظرون أي لا تؤخرون هز تأخير شم كانوا هز مدة شمدني أنقو كوبنا ولا سرشتيق بواضحي زيب زيش بكن يترك واحد هذا من أقوى آيات النبوة أن يقول النبي لقومه وهم متعاونون عليه افعلوا بما شئتم براستي يكلا بهسترين بلغكاني بيغمبراتي لبرتي وهابي منتا احتمال لسرخو اوكو فعلى الله توكلت لها طلع هموتان كوبنوا بخوتانو با فرسرا بنا كانتان سيدا كان بي كان بيمنت برانبرتان إتر وكو طبريج دله هذا وإن كان خبرا من الله تعالى عن نوح فإنه حث من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم على التأسي به كواتا أجرك خبرتش كخواي قد جارته لهمان كادا هاندان لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوا اقتداء بيبك أو هبي من ندب برانبر با كافر كانت كهيت سيان بيناكري وكو لجامع المسائل ابن تيمية دله بيان أن التوكل نوح عليه الصلاة والسلام على الله يدفع عنه شر أعدائه كواتا بيان أو آتب الجيلسر أو كوا لبرتسي أو هابي من نتل توكلت على الله بشتم بأ الله فعلى الله توكلت بشتم بأ الله تعالى بس أو توكله هم الشركاني أو أن دروين توا لولا أن تحقيقه هذه الكلمة وتوكله على الله يدفع ما تحداهم بوداعهم إليه تعجيزا من مناجزته لكان قد طلب منهم ما يهلكوه هذا لا يجوز كواتا لبرتسي وابي من التخو مقصد أوانية كفعلا لجيان بيزاور ديولنا يبنا ويقيني واقر خواي قوري ويستي لسربي أوان هيتسيان بيناكري كواتا أو بري يقينه أو بري توكله أو بري سقية بقوة دا صلاة خواي قوري سبحانه وتعالى كما دمم توكل لسر خوا حرهمو هيزو دا صلاة خوتانو برسراو بنا حقيقانتان لا يساوي شيء تيتان
لدست دي بيكن تكا من اعتمان لسر الله تعالى سبحانه وتعالى يتلوكو ديارة وكو هاندانا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم وأتباعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اقتداء بيغمبر بكن كوا بهيج حساب لبو قوة دا صلاة كسانش بباور نكن أجر أو بتواتي لبو خاص الحابي توكلي لسر خوابي سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.